السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اليوم بنعمل روب على صدرية جلد. طبعا شوفوا هذا قماش جلد، شوفوا قماش جلد. طبعا هذا بيكلفنا وار، وهذا قماش شيفون مكسر. شوفوا قماش كيف شيفون مكسر، هذا بيكلفنا 2 وار. أما هذه البطانة المطاطي، مش الاسترتش، لا هذا البطانة المطاطي العادي اللي تيجي كده عادي. طبعا هذه من حد، شوفوا كده، شوفوا هذه الصانفة يعني كم بيكون طوله من حدة الصانفة من هنا لهنا، بيكون طوله كده. شوفوا من هنا، طبعا هذه الصانفة، طبعا شوفوا هذه الصانفة مع الصانفة، يعني يعني طوله من الصانفة من هنا لحد هنا بيكون كده، بيكون كده 28. شوفوا 28. شوفوا طبعا هذا القماش الجلد ما فيش لا صانفة ولا في منبش، بس احنا كيف بنقصه على ايش، على هذه المطة. يعني الصدرية الآن بتكون من القماش هذا الجلد، يعني بتكون كده على المطة. ما نعملش، يعني ما ينفعش ان احنا نعمله من هنا، لان هنا الآن بيكون مش يعني من غير مطة. احنا بنعمل ايش على المطة كده، بنمطه. بنخرج اول حاجة الصدرية، بعدين بنخرج الكم. شوفوا ال الجلد في منه يجي مع بطانة. شوفوا هذا طبعا مبطن يعني جاهز، ما فيش داعي ان احنا نعمل له بطانة او شيء، لا هذا جاهز قد عامل بطانة منه، يعني منه فيبو. طبعا شوفوها كده، اللي احنا الان عملنا على ايش، على قدر ايش المطة. شوفوا هذا المطة كده بنعمل الان. شوفوا عطفنا كده لنهاية القطعة. طبعا بهذا الموديل، طبعا هذا يعني القماش اللي هو الجلد مع الشيفون المكسر مع البطانة ده، هذا يناسب جميع الأحجام، جميع يعني من وزن حتى لو وزن 90 هذا يناسب. بس اللهم ان هذا الموديل ضروري ان انا اخذ دوران الصدر. ما ينفعش نعمل هذا الموديل من غير ما ناخذ دوران الصدر. او اذا انت مثلا يعني المرة بعيد وما انت مش عارفين، شوفوا هذا 12. طبعا هذا بيكون في بوكي كده كسرت بالصدرية 12. هذا بيكون الأحجام العادية، يعني اللي هي الوسط من وزن يعني الوزن 65. طبعا هذا 12. أما فوق 65 ما فوق طبعا بيكون كده 14. وزن 90 طبعا بيكون 15 كده. وكلما زاد دوران الصدر كلما زاد ايش طول الصدرية. طبعا هذا الآن بال 12 بتكون طول الصدرية 15. أما لما تكون 14 دوران الصدر بنعمله 14 بتكون طول الصدرية 16. شوفوها 16. دوران الصدر 15 بتكون طول الصدرية 17 كده. الآن شوفوا كده عملنا هذا الجلد، هذا الصحيح مع هذا الصح كده بنعمل. شوفوها دوران الصدر 12. طبعا هذا عملنا 12، هو بالأساس 11 بس احنا عملنا 12 علشان ايش، بنعمل الكسرات كده. شوفوها من هنا مغلق، شوفوا من هنا مغلق. بنعمل كده، بنعمل طول الصدرية اللي هي كم 15. بنعمل كده طول الصدرية 15. هذا اللي تكون بالأمام، واللي تكون بالخلف طبعا 15 ثاني مرة. شوفوا قد قصينا هذا للأمام وهذا للخلف. طبعا الطول شوفوها طول دي الصدرية، طبعا بنعيد ده كده 15. ودوران الصدر 12. الآن بنعمل هذه القطعة فوق هذه القطعة كده بالتماما. شوفوا كده يعني شوفوا يعني معطوف من هنا، يعني من هنا ايش مغلق وهنا مفتوح. طبعا القطعة اللي تحت كده معطوف من هنا، من هنا مغلق ومن هناك مفتوح
بنعمل كده فتحة الرقبة 3. طبعا هذا بنقص الأمام والخلف سوا، شوفوا هون بنعمل كده 3. عرض الكتف بيكون 4، بنعمل كده 4. دوران اليد بيكون 9. دوران اليد 9. شوفوا الأمام بتكون فتحات اللي بالأمام كده 5. شوفوها بنعمل كده 5. من هنا لحد هنا كمان 3، ونعمل كده كمان 5. شوفوا هذه فتحات الأمام، أما الخلف بيكون كده 1.5، بنعمل كده 1.5 كده بيكون. الآن بنقص كده، بنقص هذا الأمام والخلف سوا 1.5. شوفوا قصنا 1.5 اللوحة الأمام والخلف سوا، بنقص كده دوران اليد اللوحة الأمام والخلف سوا. شوفوا قصينا كمان دوران اليد. الآن بنعمل كده، طبعا هذا الخلف ما بنمسكوش نهائيا، خلاص قد قصينا. الآن هذا الأمام بنقص كده كده. شوفوا هذا الأمام وهذا الخلف. الآن بنقص لهذا الأمام بطانة والخلف كمان بطانة. شوفوا طبعا قد عطفنا كده وعملنا إيش الدبابيس. ناخد كده هذه اللي هي الأمام، بنعمل كده، بنعمل كده تماما. بعدين بنخطط كده بالطبشور. شوفوها كده بنسحبه لتحت، شوفوها بنعمل كده بالطبشور. شوفوا كيف خططنا طبشور، يعني كده بنبعد، بنعمل هنا كده حق 2 بنان، 2 بنان، 2 بنان كده كامل. شوفوا كيف خططنا كده، هذا كامل كده. الآن بنقص كده، شوفوا كيف قصينا كده. هذه اللي بناخذه، هذا بس فقط لا غير. كمان بنعمل بالاتجاه الخلفي، هذا نفس الكلام، نفس ما عملنا هذا بالاتجاه الأمامي. شوفوا عملنا كده وكده. بنعمل بعدين كده حق 2 بنان، حق 2 بنان كده. شوفوا بنقص الآن كده. شوفوا بقية القطعة، شوفوا بنعطف كده بقية القطعة، بقية هذا الألوار بنعطف كده مع بعض. طبعا المطة بتكون، شوفوها المطة بتكون، شوفوا يعني بتكون من هنا وهنا من غير مطة كده. بنعمل نعطف كده مع بعض الاثنين، وبنعمل كده كمان بنعطفه، بس المسافة من هنا لهنا كام بنقول لكم الآن. شوفوا عطفنا كده، شوفوا هنا مغلق ومن هنا مفتوح، يعني ذي المطة شوفوا كيف بتكون المسافة من هنا لحد هنا. شوفوا 11، والطول يكون، شوفوها من هنا لحد تحت كده بيكون 20. طبعا هذا الكم لا بيكون لا طويل ولا أي شيء، بيكون حيران. طبعا الطول الكم الحيران هو يكون كده 17. بس احنا ما بدناش الآن نقص، لا، نبدأ أول شيء ناخذ هذا الطول الأساسي اللي معانا اللي هو 20. بعد ما نخيط كل حاجة بعدين نقايس 17 وننقص. طبعا كده الآن بنعمل، شوفوا من هنا مغلق وهنا كمان مغلق عشان بيقص لنا 2 كم، يعني 2 كمان بنفس الوقت كده. بنعمل الآن الدوران. شوفوا دوران اليد حق الصدرية كان كم 9، بس نشتي هذا الكم يكون كده على كسرات، يكون منفوخ.
كده بنعمل من هنا من حد هنا لحد هنا كام؟ 13. كده بنعمل يعني المسافة من هنا لحد هنا كام؟ بتكون شوفوها 7.5. من هنا لحد هنا كام؟ 13. شوفوها. والمسافة عشان بس ما نغلطش، والمسافة من هنا لحد هنا 7.5. بنعمل كده وناخذ الطول الأساسي كامل. بنعمل فتحة اليد اللي هنا كده كام؟ 6. بنعمل كده 6. بعدين بنواصل من حد هنا كده. شوفوها، شوفوا الكم كيف، شوفوا هذا الكم من هنا لحد هنا 13، والكم من هنا لحد هناك 20، والمساء يعني وهذه الفتحة اللي هي كده 6. ومن هنا مغلق. طبعا هذا على ايش؟ على المطة. طبعا هذا بيكون على المطة. الآن بنقص. شوفوا قصينا هذا. الآن بنعمل هنا، شوفوا عند هذه القرنة كده قبصة صغير بس، عشان بس هذا بتكون علامة اللي بنعملها عند عرض الكتف. شوفوا هذا بقية القماش. طبعا بنقص. شوفوها معطوف من هنا، بنقص مرتين. بنقص كده 4 هنش ب4 هنش. طبعا هذا بيكون الحزام. شوفوا 4 هنش. أول شي بنقص هذا، بنساوي هذه القطعة كده. بنعمل من هنا لحد هنا 4، وكمان بنعمل 4، يعني بيكون كم؟ 8. نص 8 بيكون 4. شوفوها 8 نص 8 بيكون 4 كده لنهاية القطعة. شوفوا هذا وهذا. طبعا بيكون معنا هذا الحزام أو الربطة حق هذا الربع. شوفوا هذه الصدرية. شوفوا طبعا هذه البطانة. شوفوا هذا الصح مع هذا الصح. كده بنعمل كده وندبس هنا كده بالدبابيس، يعني ندبس يعني كده نعمل كده بس هنا دبوس هنا دبوس بس عشان ما يتحركش علينا القماش. شوفوا دبسنا كده. طبعا بالاتجاه الخلفي نفس الكلام، نفس ما نعمل الآن بالاتجاه الأمامي بنعمل بالاتجاه الخلفي. نشوفوا كده عملنا كده بس الدبابيس. الآن بنخيط كده بالطرف كده. شوفوا قد خيطنا كده كامل. الآن بنقلب كده هذه البطانة كده بنقلبه ونعمل دبابيس عشان بس نخيط كده، عشان تكون هذه البطانة كده ما ترتفعش وتخرج لها لهنا لخارج كده بتكون. شوفوا نعمل كده الدبابيس. شوفوها علشان بس نمشي كده بالخياطة عشان ما تخرجش البطانة نهائيا. كده بنمشي الآن بالخياطة كده بالماكينة كده. شوفوا قد خيطنا طبعا وعملنا هذه البطانة. شوفوا الآن هذا من الداخل كده. شوفوا الآن بناخذ كده. شوفوا هنا عرض الكتف بنعمل كده من هنا لحد هنا كم؟ 4. نص 4 كم؟ 2. يعني بنعمل كده هنا 2. بنخطط كده من هنا لا تحت، من فوق لا تحت كده. بنعمل هذا نفس الكلام بنعمل بالاتجاه الثاني، وكمان بنعمل بالاتجاه اللي هو الخلفي. شوفوا هذا الاتجاه الخلفي وهذا الاتجاه الامامي. شوفوا عملنا كده التخطيط. طبعا هذا التخطيط كده بنعمل بوريكم والماكينه. شوفوا هذا الخط اللي عملناه كده بالوسط. طبعا هذا الاتجاه الامامي. شوفوا بنعمل كده بنعطف كده. شوفوا بنعطف كده وبنمشي كده بالماكينه. شوفوا كيف عطفنا. شوفوها من فوق لا تحت. ها شوفوا الآن بنعمل كده بنعمل كده وبنخيط كده. بنعمل قبصة صغيرة بس من فوق لنهاية الصدرية. شوفوها. شوفوا عملنا كده قبصة لنهاية القطعة. شوفوا كيف بتكون من الأمام. شوفوها.
طبعا بنعمل كامل. الاتجاه الثاني نفس الكلام، والخلف نفس الكلام. شوفوا قد عملنا هذه الكسرات، بس الكسرات شوفوا هذا القفص الصغير من داخل الرب، يعني مش من خارجه. الآن بنلاصق الأمام مع الخلف. هذه صدرية، طبعا عرض الكتف كده مع عرض الكتف، وبنخيط. والاتجاه الثاني نفس الكلام. شوفوا هذا الأمام وهذا الخلف. شوفوا الآن لما نجي علشان نعمل هذا الكم، شوفوا بنعمل، شوفوا هذه العلامة بنعملها هنا وندبس. شوفوا عملنا هنا الدبوس. شوفوا دوران اليد هنا، وهذا بنعمله هنا كمان. ايش بنعمل كده دبوس علشان هذا الباقي. شوفوا هذا اللي باقي كده بنعمله ايش؟ بنعمل كده كسرات. بنعمل كده كسرة وكده كسرات، كده بيكون معانا 2 كسرات فقط لا غير. وندبس، وكمان الاتجاه الثاني نفس الكلام وندبس كده، ونمشي بعدين بنمشي كده بالخياطة. شوفوا عملنا هنا كده كسرات وهنا كسرات. الكسرات بيكون هنا مش من تحت، بيكون هنا من فوق. شوفوا لما نقلب الصدرية، شوفوا كيف يطلع هذا الكسرات. شوفوا كيف. والاتجاه الثاني نفس الكلام. شوفوا بعد ما لصقنا هذا الكم على الصدرية، طلع طبعا طول هذا الكم 18، وكمان الكم الثاني طلع 18. يعني الآن بنعمل عطفة بيرجع لنا كام؟ 17. بنعمل عطفة، بس مش عطفة داخل عطفة، لأن هذا اللي قلت لا يخرج منه خيوط ولا أي حاجة. عطفة بس كده. شوفوا قد عطفنا كده. بنخيط الآن من هنا، من حدث هذا الكم لنهاية القطعة. شوفوا نخيط اتجاه واحد، أما الاتجاه الثاني نسيبه كده مفتوح. الآن بنعمل الشيفون المكسر على هذه الصدرية. شوفوا الآن هذا الشيفون المكسر. شوفوا طبعا هذه الصانفة، يعني من الصانفة من هنا، يعني إنه هذا من الطول، وهذا المنبش يعني إنه إيش؟ من العرض. طبعا الآن بناخذ، طبعا هذا طويل، هذه 2 وارف. طبعا نحن الآن بناخذش من ذا، نحن الآن بناخذ من الطول، يعني من حادة المنبش لحادة يعني من حادة الصانفة لحادة الصانفة. طبعا هذا طويل مرة. طبعا نحن بناخذ من الطول. شوفوا من الطول بنخرج كم؟ 14، لأنه بيطلع مرة طويلة. طبعا هذا كده بنقص كده 14. طبعا هذا بنستفيد منه إن شاء الله بحلقة ثانية. كده 14 بناخذ إيش؟ من الطول، والباقي هذاك بيكون الفوطة. الباقي بيكون الفوطة. أخذنا طول الفوطة كم؟ 45. أخذنا من الآن هذا. شوفوا هذا الآن هذا طوله كامل، طول هذا الشيفون كامل من الطول كده 59. يعني إيش؟ نحن الآن بناخذ بس اللي هو طلبنا كده 45، والباقي نقصه بنستفيد منه بحاجة ثانية. الآن نحن نأخذ 45. شوفوا هنا من حدة الصانفة لا تحت، يعني ناخذ من الطول. العرض ما نمسكوش نهائيا. شوفوا هذه الصدرية، يعني ما خيطنا من حد اليد لا حد هنا. طبعا اتجاه خيطنا واتجاه الثاني لا. طبعا الآن بناخذ هذه الشيفون المكسر. طبعا بنكسر هذا الشيفون على هذا الصدرية كامل. طبعا هذه الشيفون اللي كان طوله شوفوها 45. الآن بنكسر هذه الفوطة على هذا يعني على هذا الصدرية اللي بنهاية الصدرية. شوفوا طبعا هذه الصدرية وهذا الشبك وهذا الشيفون المكسر. طبعا الآن بنجي نخيطها. طبعا هذه اللي هي إيش؟ البطانة. بس كيف بنعمل كده البطانة. بناخذ هذه البطانة. شوفوا الصانفة شوفوا بنطرح هذه الصانفة إيش؟ من الجوانب كده.
من هنا من الجانب، يعني كده بتكون مع الجانب. وهذا المنبش بيتكسر على هذا الشايفون المكسر. طبعا هذا المنبش بيتكسر من هنا، والصانفة بتكون من الجوانب. شوفوا الآن بنكسر هذه البطانة على هذا، بس شوفوا الآن بنمسك كده هذه الصدرية مع هذا الشبكة مع هذا الشايفون المكسر، بنعمل كده هذا البطانة. شوفوا كيف بنمسكهم، بنعمل كده ونكسر. طبعا هو بيكون في بولة كسرات يعني شوية مش كثير. شوفوا قد لصقنا هذه البطانة. شوفوا الآن بنفتحه كيف، شوفوها بنعمل كده وناخذ الربل وإيش ونشده كده، بنعمل ونخيط. لا نشد هذا مرة ولا نسيبه يعني كده راخي يعني شوية. شوفوا قد خيطنا كده بالربل، شوفوها لا مرة مشدود ولا مرة يعني كده راخي، يعني كده بالوسط. نجي الآن عند الكم الثاني بنعمل كده بس عطفة فقط لا غير. شوفوا قد عطفنا كده، الآن بنخيط كده من هنا لهنا لعند نهاية القطعة اللي هي الجلد الأسود. شوفوا قد خيطنا كمان كده لحد نهاية الربل. كمان الآن بنعمل كده 5 بنان وبنخيط الشيفون مع البطانة. شوفوا قد خيطنا كده 5 بنان الشيفون مع البطانة. بعدين كده بنعمل شوفوا 5 بنان كده بنعمل. الآن بنخيط هذا الشيفون لحاله وهذه البطانة لحاله، كده بنعملها ونخيط هذه البطانة، وبعدين بنرجع كده بنعمل ونخيط هذا الشيفون لحاله. لأن لو خيطنا الشيفون مع البطانة نهاية القطعة ما حد يعرف يتحرك يعني براحته. ضروري نكون نعمل كده 5 بنان نلاصق الشيفون مع البطانة، بعدين نعمل كده نسحب هذه البطانة كده لحالها، نخيطها لنهاية القطعة والشيفون هذا لنهاية القطعة. نجي لنهاية هذه البطانة بنعمل عطفة بس فقط لا غير، لأن هذه بطانة استرتش يعني ما يخرجش منه خيوط ولا أي حاجة. والشيفون هذا بنعمل عطفة داخل عطفة ونخيط. نجي الآن عند هذا اللي أخذناه قبل، اللي بنعمله الربطة أو الحزام. كده بنلصق الاثنين هذا مع بعض ونخيط. الآن بنخيط كده، بنعطف كده وبنخيط كده وكده لنهاية القطعة. بنخيط كده، قد خيطنا كده، الآن بنخيط كده لنهاية القطعة. قد خيطنا كده للنهاية، الآن بنقلب هذا الحزام. شوفوا هذا الحزام الآن بنعمله كده. شوفوا هذا الخلف حق الروب كده بنعمله بالوسط. هذا يعني الخلف حق الروب بنخيطه كده بالخلف حق الروب. هذا الشكل النهائي في الروب. شوفوا هذا الزراير، هذه الزراير الكبس. طبعا هذا الموديل ليوم العيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.